السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين قناة اوبسن وايرور؟ صباح الخير عليكم او مساء النور حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو دلوقتي. النهاردة جايب لك شرح كده على السريع عشان كذا حد قال لي في مشكلة بتواجهني، ولما باجي اربط الواتس الذهبي او اي نسخة معدلة من الواتساب لما اجي اربطها بالواتس الرسمي بيطلع لي مشكلة. خلينا مع بعض نشوف ايه المشكلة وخلينا نشوف ايه حلها. بس قبل ما ابدا في الشرح، زرار الاشتراك وزرار اللايك ببلاش على فكره، يعني لو دوست عليه مش هتدفع اي فلوس ولا اي حاجه. كل اللي عليك انت بس هتدوس كده على زرار الاشتراك، هتلاقي زرار الجرس ظهر معاك، هتدوس عليه وتفعل زرار الجرس تخليه كل الاشعارات عشان يجيلك اشعار اول ما انزل الفيديو. وزي ما انتوا عارفين احنا ما بننزلش اي حاجه كده وخلاص، لا انا يعني بنزل لك الحاجه من الاخر، اللي هو الحاجه ديت هي الخلاصه، هي اللي هتجيب معاك. تمام. طبعا انت المشكله اللي هي بتواجه الناس، لو انت رحت سرشت على اليوتيوب، يعني في معظم الحلول كلها شبه بعض وكلها ما بتحلش معاك المشكله اللي بتواجهك. تمام. انا قعدت ادور كتير 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 لحد ما قدرت اوصل للمشكله ديت. يلا بينا نبدا في الشرح. لو انت بيظهر لك المشكله ديت او المشكله ديت او المشكله ديت، فتابع معايا الشرح ده. بداية كده زي ما انت عارف، انا مثلا هطبق على الواتس البيزنس لان مش عايز افتح الواتس بتاعي في الفيديو بصراحة، عشان ما عنديش وقت اللي انا منتج الفيديو كتير. فخلينا اطبق على الواتس ده مثلا. كل اللي عليك انت بتحمل اي نسخة يعني معدلة او اي نسخة واتس ذهبي. لو عايزين نسخة واتس ذهبي ممكن انزل لكم عادي، مفيش مشكلة. فانا حاليا بستخدم نسخة ايرو، ودي مش ايرو الاصلية اصلا، تمام، بس انتوا عارفين يعني. بس كانت نسخة عندي كده فقلت ايه هجرب بيها. طبعا احنا بنفتح النسخة المعدلة وبنفتح النسخة التانية، الاتنين مفتوحين جنب بعضهم. تمام. قبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما اخش اخد الباركود ولا اي حاجه، لا، انت كل اللي عليك انت بتيجي كده تدوس على الصوره كده دوسه طويله، بيفتح لك معلومات التطبيق. ممكن انت يكون جهازك مختلف، فانت لو ما تدوس على التطبيق من هنا كده هتلاقي معلومات التطبيق ظهرت لك هنا. ممكن يكون جهازك مختلف برضو، تدوس عليه دوسه طويله وتسحبها لفوق، هتلاقي في معلومات التطبيق فوق، او ما تسحبها عليها هيفتح لك معلومات التطبيق. فدي كذا طريقه اللي انت تفتح بيها المعلومات التطبيق. بعد كده هتخش على التخزين اللي هي الاستورج، لو انت عندك الجهاز عربي هتلاقيها اسمه التخزين. احنا طبعا هنا مش هنعمل كلير داتا، هتلاقي عندك كلير داتا وهتلاقي كلير كاش، فانت خلي بالك واحنا بنمسح، احنا مش بنمسح الداتا، احنا بنمسح الكاش بس. لو مسحت الداتا الرسائل بتاعتك هتروح. تمام. فهنعمل كلير كاش. كلير كاش دي مش هتعمل لك اي حاجه خالص، ولا اكنك مسحت اي حاجه. ده كده كان بالنسبه للواتس المعدل. نفس الحوار للواتس التاني كده، هنروح جايين ماسحين الكاش بتاعه اهو، زي ما انتم شايفين كل حاجه زي ما هي. هتروح جاي كده قافل كل حاجه وتروح جاي فاتح متجر جوجل بلاي. طبعا انا هنا شغال على الواتس البيزنس، فهخش اسرش عن الواتس البيزنس. انت لو شغال على النسخه الرسميه هتكتب واتساب عادي جدا، واتساب اهوت، تمام، وهتبتدي تخش عليه اهو، وتتاكد ان هنا مش ابديت. يعني لو في ابديت لازم تحمل الابديت ده، يعني لازم تبقى على اخر اصدار من فيرجن الواتساب. فانا هنا على واتساب بيزنس زي ما انت شايف كده محتاج ابديت، فهعمل له ابديت. تمام. طبعا عشان مدة الفيديو انا ممكن اطلع، بس هو خلاص بدأ يحمل اهوت. اهم حاجة يكون اصدار الواتس الرسمي على اخر نسخة او اخر اصدار، تمام، عشان ما يحصلش معاك اي مشكلة. انا طبعا هوقف الابديت دلوقتي لانه شكل الباقة خلصت اصلا. تمام. فانا بس بوريكي الشرح، فخلينا مع بعض نكمل. بعد كده هتخش تاني على بعد ما تعمل ابديت والدنيا تمام. ما تنساش توقف حاجه اسمها البروتكتد بتاع جوجل بلاي، اللي هي البلاي بروتكت. لو انت دوست على الصوره بتاعتك كده هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها بلاي بروتكت. تمام. لازم توقف الميزه ديت، يعني هي هتبقى عندك تيرن اون، معموله كده تيرن اون. فانت كل اللي عليك هتيجي كده تدوس على علامه الاعدادات اللي فوق. تمام، ثواني. هو انا عشان شغلتها بس فلسه بتاخد وقت تعمل سكان. زي ما انت شايف كده اهيت، واقفل ديت تيرن اوف. وبعد كده بتحط، لو انت عامل بصمه هتحط البصمه بتاعتك. بمجرد ما انت ما قفلت الميزه ديت خلاص كده انت هترجع لورا، هتلاقي بيقول لك اللي انت محتاج تشغلها تاني. فخلاص كده انا مش محتاج اشغلها كده، انا اتاكدت ان انا وقفت الميزه ديت. الخطوه اللي بعد كده هتبتدي تخش تاني على الواتس الرسمي. تمام.
وهتبتدي تخش تاني على معلومات التطبيق اللي احنا دخلنا عليها في الاول، بس المره دي مش هنخش على التخزين، هنخش على البرميشن. تمام. وزي ما انت شايف كده هتديله كل الصلاحيات، ونفس الحوار مع النسخه المعدله. طب انا ليه بقى بقول الحلول دي كلها؟ لان كل حاجه انا بعملها هنا بتحل مشكله معينه. فانت اي مشكله من الثلاثه لو عملت كل الخطوات ديت، المشكله ديت اتحلت 100%. تمام. فانا بدل ما اقول المشكله ديت ليها حلها كذا ودي ليها حلها كذا وممكن يحصل معاك، لا انا بديك يعني كل حاجه وخلاص كده انت متاكد 100% ان انت مش محتاج حاجه تانية. تمام. فبعد كده هتدوس على هنا البرميشن برضو للنسخه التانية، وزي ما انت شايف كده مش واخده اي صلاحيات، هتديها كل الصلاحيات عادي جدا. وبعد كده هتبتدي تخرج. كده يبقى فاضل لنا خطوه واحده بس، وايه هي؟ ان احنا نرجع على متجر جوجل بلاي ونخش عليه ونكتب في السيرش برنامج اسمه سايفون. طبعا البي الاولانيه سايلنس زي ما انت شايف كده. تمام. بمجرد ما هتكتب كده سايفون على متجر جوجل بلاي هتلاقي تاني واحد حاجه اسمها سايفون برو. زي ما انت شايف كده سايفون برو اللي هو التطبيق ده انا مثبته هنا. فانت كل اللي عليك هتروح جاي مثبته. ادي البرنامج هينزل معاك بالشكل ده اهوت. تمام. بعد كده هتفتحه. واجهة البرنامج زي ما انت شايف بالشكل ده، هتدوس على علامة الاوبشن اللي فوق ديت. وبعد كده هتختار لازم تعمل الحاجات اللي انا بقولك عليها ديت. تمام. هتيجي هنا على في بي ان سيتنج. تمام. هتدوس عليها وهتلاقي هنا انت عندك معمول تانل اول ابس. تمام. فانت كل اللي عليك هتختار اونلي تانل سيلكتد ابس. تمام. هتلاقي الخانه ديت فتحت معاك اللي هي الاخيره ديت، هتدوس عليها. بعد ما تدوس عليها هتبتدي تلغي التطبيقات اللي متحدده، يعني لو لقيت في تطبيقات متحدده تلغيها. هتلاقي حوالي 8 تطبيقات تقريبا متحددين. الغيهم مفيش مشكله عادي جدا. هتلاقي مثلا وانت بتنزل كده هتلاقي جوجل كروم متحدد وكده. فبعد كده هتنزل تحت كده وتبتدي تدور على النسخه المعدله. شوف انا بقول ايه، انا بقول النسخه المعدله مش النسخه الرسميه او نسخه واتساب بيزنس، لا النسخه اللي هتفتح عليها، اللي عايز تفتح عليها الواتس بتاعك. تمام. فانا مثلا هنزل تحت كده لحد ما اوصل لحرف الدبليو اللي هو عند الواتساب. وزي ما انت شايف كده هتلاقي هنا دي نسخه واتساب اريو. تمام. ده طبعا ده الواتساب اللي فوق ده كنت انا بجرب قبل ما اعمل الفيديو، فكنت بجربه على نسخه تانية. تمام. زي ما انت شايف هنا انا مش هعلم على واتساب بيزنس، لا انا هعلم على النسخه المعدله اللي انا عايز اشغل عليها الواتس بتاعي بس. تمام. وبعد كده هدوس على دن. زي ما انت شايف هتلاقي هنا قال لك اللي انت مختار ابلكيشن واحد. هبتدي ارجع لورا، اخد خطوه لورا وهدوس على ستارت اللي هي تحت دي. بمجرد ما انت ما بتدوس على كلمه ستارت كده بتنزل بالاشعارات عشان تشوف هنا بيقول لك كونكتنج. زي ما انت شايف كده كونكتنج اهوت. اول ما يتصل هيفتح لك صفحه جوجل كروم، فاحنا مستنيينه يتصل. تمام. زي ما انت شايف كده قال لك انت بتعمل تانل على ابلكيشن واحد، وفتح لك صفحه جوجل كروم احنا مش محتاجينها خلاص هنرجع. وهتبتدي تطلع من التطبيق كده، بس ما تقفلوش. اهم حاجه تتاكد ان علامه المفتاح ظاهره معاك والرساله ديت زي ما انت شايف كده. وبس كده كده اعتبر انت خلصت كل حاجه. كل اللي عليك بعد كده هتبتدي تخش على واتساب اريو او واتساب النسخه اللي انت عايزها، سواء كان بقى الذهبي اي نسخه واتساب، وهتبتدي تشغلها عادي جدا. طبعا انا هنا شكل الباقه عندي خلصانه فالنت بطيء شويه. هتفتح عادي تدوس اجري اند كونتينيو، وهنا هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق وتعمل لينك از كومباينيشن ديفايس. تمام. زي ما بقول لك انا النت عندي ضعيف، ممكن افتح الباقه بس مش فارقه يعني. وبعد كده هتبتدي تاخد اللقطه ديت سكرين شوت. تمام. وهتبتدي تفتح الواتساب البيزنس، هتبعت الصوره ديت لاي حد من صحابك او اي حد تليفونه معاك، يعني اخوك اي حد. زي ما شرحت قبل كده في الفيديو كنت شارح. هتلاقي فيه علامه تعجب ظهرت فوق كده لو انت حابب تعرف ازاي تربط الواتس ده بده على تليفونك انت يعني. تمام. بعد ما تبعت الصوره ديت لحد من صحابك هتروح جاي فاتحها، او مثلا مش حد من صحابك، لازم حد يكون جنبك. تمام. وماسك تليفونه. بعد ما تبعتها لحد وتروح جاي دايس على لينك الديفايس من الواتس الرسمي، هيقول لك هنا لينك ديفايس. هتبتدي تحط البصمه بتاعتك عادي، وهتبتدي هيقول لك صور الباركود. هتمسك تليفون صاحبك وتحطه قدامك كده، وهتبتدي تصور الباركود. بعد ما تصور الباركود هتلاقي الابلكيشن الواتس التاني فتح معاك. نصيحة مني بقى كمان، خد النصيحة ديت. لو ما فتحش معاك او عمل تسجيل خروج لوحده، كل اللي عليك اول ما بتعمل كده اهو، اول ما هتيجي تصور الباركود، يعني اعتبر دلوقتي انا بصور الباركود اهو.
اول ما هيلقط الباركود وهيبتدي يجيب لي علامه لودنج او تحميل، اول ما هيبتدي يجيب علامه تحميل هروح جاي كده رافع واروح فاتح الواتس التاني على طول اول ما يجيب علامه تحميل. ليه؟ لان انا كده دي كانت مشكله بتواجهني برضو، ان انا لما بستناه هناك الابلكيشن ده بيقفل. ما كنتش عارف ليه بصراحه، يعني هو حتى مش بيقفل رام، لا ده هو بيتقفل خالص. فلازم ايه، اول ما يجيب لك علامه التحميل تروح جاي فاتح النسخه المعدله وتستناها، هتلاقي بيقول لك ايه، جاري الاتصال، جاري تحميل الرسائل بتاعتك، وهتلاقي النسخه فتحت معاك. اعتقد ان انا كده قلت كل حاجه. يعني بص، مفيش مشكله تاني هتواجهك في حوار الربط ده. طبعا زي ما قلت لك ان انا كنت منزل فيديو قبل كده عن الربط، لو انت مش عارف اصلا تربط ازاي، في فيديو مخصص للموضوع ده، وزي ما قلت لك كان ظاهر في علامه التعجب فوق. وممكن تخش على اسم القناه تحت وهتلاقي الفيديو، كنت لسه منزله من قريب يعني. تمام. لو انتوا بقى عايزين فيديو ازاي تبعت رسائل لاي رقم من غير ما رقمك يظهر ليه، يعني انت مثلا رقم انت مش مسجله عايز تبعت له رساله ورقمك ما يظهرش، يعني هو هيظهر بس اللي هو مثلا لو انت 010 كذا 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 كذا، لا هيظهر 010 نقط 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 واخر رقم من او اخر رقمين من رقمك. يعني مثلا انا اخري 27، هيظهر 010 نقط 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 وفي الاخر 27، عشان ما حدش يعرف الرقم بتاعي. لو انت بقى داخل بقى ايه، عايز تكلم حد من غير ما يعرف الرقم بتاعك الكلام ده، لو عايزين الفيديو ده اشوف اشوف تفاعل جامد على الفيديو ده الاول، وبعد كده انزل لكم الفيديو ده ان شاء الله المره الجايه. لو وصلت لنهايه الشرح يبقى انت حد مميز معانا في القناه. ما تنساش تدعمنا بالاشتراك لو انت ما اشتركتش، انت يعني انت وصلت لحد اخر الفيديو ولسه ما اشتركتش معانا، دوس يا عم على الاشتراك مش هتخسر حاجه. يلا اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش معلومة نسيت أقولها. بعد ما خلصت خلاص وفتحت فتحت الواتساب معاك، هتلاقي برنامج السايفون برو، ممكن تدوس على علامة ستوب من هنا، وممكن تفتح الابليكيشن وتدوس على علامة ستوب من هنا وخلاص. انت مش محتاج الابليكيشن، ممكن تمسحه عادي جدا او تدوس ان انستول وخلاص كده، انت مش محتاج البرنامج ده تاني، وانت كده فتحت الواتس وتقدر تعيش عادي على الواتس اكنك ما حملتش اي حاجه. عايز بقى ايه انت تلغي الصلاحيات برضو اللي احنا عملناها، لو انت بتخاف وكده ممكن تلغيها، مفيش مشكله. بس سلام.